لو كنت في جهاد والحاكم يزني كل يوم مومسا في خيمة يجب أن تجاهد معه. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين بصوته. بل قال ولو كان يزني ويلوط. هذا الكلام لا ينازع فيه عالم سني، هذا الكلام علميا شرعيا لا ينازع فيه عالم سلفي، لا ابن باز، وأنا مدان بهذا، لا ينازع فيه لا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الألباني ولا شيخنا علامة صالح الفوزان ولا أحد من علماء السنة، لا ينازعون فيه البتة. علماء السنة متواردون على هذا. بل تدري، أنا أسألك أيهما أشد، أن يزن الحاكم إلى آخره أو القول خلق القرآن؟ طبعا القول خلق القرآن أشد، يعني كفر، ومع ذلك قاموا بهذا المعتقد معه، بالصبر على جوره وعدم تهيج الناس عليه. فإذا هذه عقيدة، هذا أولا. ثانيا، الأدلة الشرعية ذكرت قبل قليل كلها تدل على هذا وزيادة. قال تسمع تطيع